نتكلم النهاردة عن قرعة دوري أبطال أوروبا، وهنلمس برضه في قرعة الدوري الأوروبي اللي شهدت مباريات قوية وهتبقى بطولة قوية الموسم ده. تعال نبتدي بدوري أبطال أوروبا الأول. دوري أبطال أوروبا شهدت مباريات قوية جدا في القرعة بتاعتها، وزي ما احنا عارفين بداية من ربع النهائي القرعة بتتعمل مرة واحدة عشان تظبط الطريق لغاية النهائي. وزي ما شهدت البطولة في الثلاث سنين اللي فاتوا إن دايما بيبقى في ناحية قوية جدا فيها كل الفرق القوية، وناحية فيها بقية الفرق اللي هي تعتبر أقل مستوى شوية. فده اللي حصل معانا في القرعة دي. فعندك في الناحية الناحية القوية دي هيبقى فيها ماتش أرسنال وبايرن ميونخ، والكسبان منها هيلاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي. فدي تعتبر الناحية القوية. أنا قبل ما القرعة تتعمل كان بالنسبة لي الأربع فرق دول لو ما واجهوش بعض في الدور ده، ده كان نص النهائي بالنسبة لي، بغض النظر مين هيلاعب مين، بس كان بالنسبة لي ده هيبقى نص النهائي. طيب الناحية التانية عندنا بقى ايه المواجهات الناحية التانية اللي هي الأقل شوية شأنا من الناحية دي؟ هتلاقي عندك في دورتموند وأتلتيكو مدريد، أتلتيكو مدريد اللي أقصى إنتر ميلان بأداء ممتاز، والكسبان من المواجهة دي هيلاعب الكسبان من برشلونة وباريس سان جيرمان في مواجهة هتعيد لنا بعض الذكريات. وزي ما قلت في ناحية قوية وناحية أضعف شوية، زي ما حصل السنة اللي فاتت كان عندنا مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي، الأربعة دول كانوا في ناحية. الناحية التانية كان في ميلان وإنتر ونابولي وبنفيكا. السنة اللي قبليها لو نفتكر اللي هي كان كسبها ريال مدريد، ريال مدريد لاعب في طريقه للنهائي لاعب مانشستر سيتي، لاعب تشيلسي، لاعب باريس، وفي النهائي لاعب ليفربول في السنة دي كان لاعب مين في نص النهائي؟ كان لاعب فياريال. وفي ربع النهائي كان لاعب مين؟ كان لاعب بنفيكا. فكان طريقه سهل جدا للنهائي. طيب الناحية الأقل شأنا شوية، دي القرعة ادتهم فرصة ان هم يوصلوا نهائي دوري ابطال اوروبا مرة تانية. يعني عندك دورتموند مثلا اخر مرة وصل نهائي دوري الابطال كان 2013 وخسر من بايرن ميونخ، وفي رصيده بطولة واحدة، فهتديله فرصة انه يوصل للنهائي ويحاول يجيب بطولة تانية. اتلتيكو مدريد ما عندوش ولا بطولة، بس خسر النهائيين اللي هم القريبين يعني 2014 و2016. 2014 طبعا رأسية راموس الشهيرة والريمونتادا 4-1 مع الريال، و2016 ضربات الجزاء اللي مع ريال مدريد برضه. فهتديله فرصة ان هو يوصل للنهائي برضه بعد 8 سنين من اخر مرة وصل، وهتديله فرصة ان هو يحقق لقبه الاول. برشلونة عنده ألقاب كتيرة، لكن هو بيمر بفترة سيئة جدا بسبب الظروف الاقتصادية. فهتلاقي ان اخر نهائي وصل له كان 2015، هو كسبه مفيش مشكلة، لكن هو اخر سنتين بيطلع اصلا من دور المجموعات ويروح اليوروبا ليج ويطلع برضه من اليوروبا ليج. فبالتالي بتديله فرصة ان هو يعود مرة تانية للنهائي، واكيد وصوله للنهائي ده لو وصل يعني هيبقى انجاز بالنسبة له ان هو يوصل للنهائي ويحقق له عائدات مادية تقدر تفيده في ازمته المادية. وباريس سان جيرمان ما كسبش البطولة ولا مرة، لكن هو كان اخر بطولة وصل لها نهائي بطولة كان وصل له كان 2020 اول ما خسر قدام بايرن ميونخ في بهدف كومان 1-0 في البطولة اللي كانت وقت الكوفيد 19 او الكورونا. تعالوا نبتدي مع بعض ونتكلم عن ماتش بالتفصيل، واول ماتش هنتكلم عنه هو ريال مدريد ومانشستر سيتي. نبدأ كلامنا عن ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي. ريال مدريد ومانشستر سيتي يعتبر تكرار النص النهائي في السنتين اللي فاتوا. سنة فيها ريال مدريد قدر ان هو يتأهل، اللي هي السنة اللي كسب فيها دوري الأبطال، قدر ان هو يتأهل بعد ما خسر في الاتحاد اللي هو ملعب مانشستر سيتي 4-3، وقدر ان هو على ارضه سانتياغو برنابيو يعمل ريمونتادا ويكسب 2-1 بقيادة الفم حاجة رودريجو. طبعا كلنا فاكرين الفم حاجة والهدفين اللي جم في الثواني الأخيرة والريمونتادا، وهي كانت بطولة ريمونتادا كاملة بالنسبة لريال مدريد أساسا. بينما المواجهة أو المواجهتين اللي شهدوا فوز مانشستر سيتي في الموسم الماضي، المواجهة الأولى كانت في سانتياغو برنابيو، تعادلوا 1-1 بعد ما ريال مدريد كان متقدم 1-0. والمواجهة التانية انتهت باكتساح لمانشستر سيتي. مانشستر سيتي كسب ريال مدريد 4-0، وكان ممكن النتيجة تكبر عن كده، بس يعني الناس قالت ممكن تكبر عن كده، هي كانت ممكن تكبر عن كده، بس سبب انها كانت ممكن تكبر عن كده ان ريال مدريد فتح الخطوط بتاعته عشان يحاول يجيب اهداف عشان يعوض الخسارة اللي هو كان خسران معرفش 1-0 ولا 2-0. ففي اخر المباراه حاول ان هو يبتدي يفتح خطوطه، انا ههاجم انا هجيب اجوان عشان كده خلاص الوقت بيخلص، فلبس جونين وبقت النتيجه 4-0، وكان ممكن يلبس اكتر من كده. تاريخ قريب بالنسبه لمواجهات الفريقين. طيب هل ريال مدريد مانشستر سيتي هم نفس ريال مدريد مانشستر سيتي الموسم اللي فات؟ لا، في حدثت تغييرات جوهريه برغم ان ممكن العناصر ما اختلفتش كتير، لكن شهدت تغييرات جوهريه بالنسبه للفرقتين. طيب قبل ما نتكلم عن التغييرات الجوهريه بالنسبه للفرقتين، تعالوا نتكلم الاول عن الحال بتاع الفرقتين دلوقتي. مانشستر سيتي دلوقتي هو في المركز الثالث في الدوري
بفرق نقطة واحدة عن ليفربول وأرسنال، وهو بيشهد منافسة شديدة جدا من ليفربول وأرسنال، وهو أكيد مركز في الدوري، فهيبقى التركيز بتاعه منقسم ما بين الدوري وما بين دوري الأبطال. لكن بالنسبة للناحية التانية لريال مدريد، ريال مدريد هو المتصدر الدوري، فرق 7 نقط عن جيرونا، 8 نقط عن برشلونة، وجيرونا وبرشلونة بيوقعوا نقط وريال مدريد بيوقع نقط، فالدنيا مريحة شوية بالنسبة لريال مدريد، بحيث ان هو يقدر ان هو يركز تركيز كلي او تركيز كامل على الماتشين بتوع مانشستر سيتي. طيب تعال نتكلم بقى عن التغييرات الجوهرية. مبدئيا ريال مدريد الموسم اللي فات كان بيلعب 4-3-3، كان رودريجو وفينيسيوس على الأجنحة، وعنده مهاجم اللي هو كان بنزيما، ده كان المهاجم راس الحربة بتاعه، بيخرج بره وبيشارك في بين اللعب والكلام ده كله، لكن هو كان راس الحربة بتاع الفريق. وكان الفريق بيلعب 4-3-3، كان بيلعب بتشاوميني وقدامه مودريتش وكروس. طيب ايه اللي حصل بقى الموسم ده؟ اللي حصل الموسم ده ان انا ما بقاش عندي مهاجم، فبالتالي بقيت حولت طريقة اللعب من 4-3-3 ل 4-4-2، سواء كانت فلات او سواء كانت دايموند، فهو بيلعب بالخطتين، سواء كان بيلينغهام بيلعب ورا المهاجمين او بيلعب ناحية الجناح شوية مجنح ويخش لجوه، لكن هي الطريقة 4-4-2. ورودريجو وفينيسيوس بيلعبوا كرؤوس حربة، ورؤوس الحربة دول بيبتدوا يتحركوا او يجنحوا، ففي حركيه في اللعب ان ممكن بيلينجهام يخش منطقه الجزاء، رودريجو يبقى في منطقه الجزاء ويطلع على اليمين، يطلع على الشمال، فينيسيوس نفس الشيء على الشمال، على اليمين يخش في قلب الهجوم، في قلب منطقه الجزاء، في كل الكلام ده كله، ففي حركيه كبيره جدا في الناحيه الهجوميه بالنسبه لريال مدريد. نيجي لمنطقه وسط الملعب. منطقه وسط الملعب انشيلوتي خلاص فهم ان ما ينفعش ان مودريتش وكروس يبقوا بيلعبوا هما الاتنين جنب بعض في نفس الوقت، فبقى بيلعب بواحد فيهم وبيلعب بجنبه فالفيردي، وبنسبة كبيرة بيبقى تشاوميني وكامافينجا، بحيث ان هو بيلعب بيلينجهام وكروس وفالفيردي، ويا اما تشاوميني يا اما كامافينجا، وساعات ممكن يلعب مثلا فالفيردي ويلعب بتشاوميني كامافينجا، بس مش كتير، هو بيلعب واحد من اتنين، يا تشاوميني يا كامافينجا. وده طبعا خط وسط قوي جدا، قادر على التسليم والاستلام تحت ضغط والطلوع بالكرة بشكل متميز جدا. طبعا انا بالنسبه لي هم مش بنفس جوده مودريتش، طبعا في فرق شاسع بسبب الخبره الكبيره اللي عند مودريتش والمهاره الكبيره اللي عند مودريتش، بس مودريتش ما بقاش قادر ان هو يأدي بشكل كبير بسبب اللياقه البدنيه بتاعته، وهو وكروس هما الاتنين كبار في السن، فالملعب ما بقاش يستحمل الاتنين مع بعض، فبقى لازم تلعب يبدا. مودريتش بينزل في الشوط الثاني في النص بتاعه كده، في المنتصف عند الدقيقه 60 70، بينزل بيقلب لك المباراه حرفيا، بيبتدي بقى يلعب الثرو باسات والعرضيات والكلام ده كله، بيقدم سيرك في الملعب. بالنسبة للدفاع، الدفاع عندنا روديجر لعب الماتش الأولاني في سانتياغو برنابيو ضد هالاند وقدر يمسكه بشكل ممتاز جدا، وأنا بالنسبة لي روديجر ده، أنا بالنسبة لي هو أفضل لاعبي الريال الموسم ده، لأن هو كان بديل الموسم اللي فات وشارك بشكل أساسي بسبب إصابة ميليتاو، فبالتالي بقى هو بيلعب بشكل أساسي، يعتبر هو من أكتر اللاعبين اللي شاركوا في المباريات الموسم ده، هو الثابت الوحيد، يعني هو كان بيلعب وجنبه ألابا اتصاب، بقى بيلعب هو وجنبه ناتشو، هو وجنبه مندي، هو وجنبه كارباخال، هو وجنبه تشاوميني، هو العنصر الثابت فيهم وبيأدي أداء متميز جدا، وانا بالنسبه لي هو افضل لاعبي الريال بلا منازع الموسم ده، حتى افضل من بيلينجهام ممكن بارز اكتر عشان هو اللي بيجيب الاجوان وبيعمل الحاجات دي كلها، لكن انا بالنسبه لي تأثير روديجر تأثير كبير جدا. المفروض هيلعب جنبه الكارثه الدفاعيه ناتشو، اللي عمل كوارث دفاعيه كتير جدا الموسم ده، سواء كروت حمراء سواء اخطاء سواء الكلام ده كله. في اخبار بتشير ان ميليتاو قرب يرجع او خلاص هيرجع وممكن يلحق مباراه، سواء هو او كورتوا، بس انا افضل ميليتاو وكورتوا، دول خلاص بالنسبه لي بالنسبه للموسم الاوروبي، انا بالنسبه لي دول اوت خلاص، انا اركز باللعيبه الفت الجاهزه، لان الموسم اللي فات ميليتاو كان مصاب في المباراه الاولى، عشان كده لعب روديجر، جه المباراه التانية كان ميليتاو بقى جاهز، خد الاذن الطبي ان هو يلعب، فهم ميليتاو لعب قدم كوارث دفاعيه ليه؟ لان هو ما كانش فت ان هو يلعب بشكل اساسي، لكن هو بسبب ثقته في ميليتاو قرر ان هو يلعب بيه بشكل اساسي، فلو قرر الخطأ ده تاني في ماتش مانشستر سيتي، هو نفس الماتش، هتبقى مشكله دفاعيه كبيره جدا. فانا شايف ميليتاو حتى لو برجل واحده احسن من ناتشو، لكن انا ما غامرش ميليتاو، خاصه ان هو وارد جدا يلعب ويصاب تاني اصابه كبيره، فاحنا نبتدي نديله وقت في ماتشات الدوري، لكن ماتشات دوري الابطال خلينا مركزين بالتشكيله معانا اللي من اول الموسم، وممكن بقى مثلا على النهائي ولا حاجه يكون ميليتاو خد شويه وقت لعب حلوين في الدوري، ممكن ساعتها نبقى نشوف بقى نلعبه في النهائي ولا حاجه. ده بالنسبه لخط الدفاع. طيب بالنسبه لمانشستر سيتي بقى، ايه الاختلافات الجوهريه اللي حصلت؟
اولا مانشستر سيتي كان بيلعب 3-2-4-1، بيلعب بثلاث قلوب دفاع او منهم موكر اللي بيعرف يلعب كقلب دفاع، وبيلعب في وسط الملعب برودري وستونز، وقدامهم بيلعب بدي بروين وجوندوجان، وعلى الأجنحة كان بيلعب سواء بقى محرز، سواء كان جريليتش، سواء كان برناردو سيلفا، فودن، كانت متغيرة، وبيلعب قدامهم بهالاند. الموسم ده بقى الوضع اتغير شوية، بقى بيلعب ممكن 3-2-4-1 أو 4-1-4-1. ده على أساس إيه؟ على أساس إن جوندوجان مشي، فهو تعاقد مع كوفازيتش. كوفازيتش مش مقدم الأداء اللي كان منتظر منه، فتعاقد مع ماتيوس نونيز. ماتيوس نونيز ما قدمش برضه الاداء المنتظر منه. بس عاده الصفقات الجديده بالنسبه لجوارديولا دايما بتاخد اول موسم كده ايه، بتتعلم، وبعد كده بتبتدي تشارك بشكل كويس في الموسم التاني. دايما اول موسم بالنسبه لهم بيبقى ضعيف، فانا عادي ما عنديش مشكله. لكن هم ما ادوش بشكل كويس في الموسم ده، فبالتالي بقوا قاعدين على الدكه، فبقى بيضطر لو ستونز غايب بيلعب برودري لوحده في قلب الدفاع اللي هو في قلب وسط الملعب يعني، او ستونز موجود بيلعب جنبه. طيب مكان جوندوجان بقى، اما كان بيلعب جنب دي بروين بقى مين بيلعب فيه؟ ممكن يلعب فودن، ساعات بيلعب بجوليان الفاريز. جوليان الفاريز جابه من قلب الهجوم وبقى بيشاركه يعتبر ورا المهاجمين، ويقدر يخش جنب هالاند ويرجع ويشارك في اللعب كل ده. وفودن مقدم موسم ممتاز جدا الموسم ده. عندك دوكو ناحية الشمال، بس في مشكلة مع دوكو، هو مهاريا مهاري جدا وممتاز جدا، لكن الفعالية الهجومية بتاعته مش قوي. لكن المرشح الاول هو دوكو طبعا ان هو يلعب ناحيه الشمال، وناحيه اليمين هيبقى برناردو سيلفا اللي بيتالق دايما في ماتشات ريال مدريد. وفي الوسط الملعب هتلاقي عندك دي بروين، وجنبه يا اما فودن يا اما جوليان الفاريز. غالبا هيبقى فودن، لان فودن هو يعني متفجر حاليا او منفجر حاليا بشكل كبير، فغالبا هيبقى فودن. ممكن برضو يلعب جوليان الفاريز ويخليه يخش جنب هالاند وهكذا. هنشوف بقى الوضع هيحصل فيه ايه. بس ده بالنسبه لي ده المباراه الاولى. تعالوا نخش على المباراه الثانيه. نيجي بقى للماتش التاني اللي هو الكسبان منه هيلاعب الكسبان من مانشستر سيتي وريال مدريد. وهنا بنتكلم عن مباراة ما بين أرسنال وبايرن ميونخ. لو سمعت ان ارسنال هيلاعب بايرن ميونخ، اول حاجه هتيجي في دماغك الماتشين اللي ما بينهم في 2017 اللي هم خلصوا 5-1 و5-1، فبقى ارسنال خسران في مجمل المباراتين مع بعض ب10 اهداف. طبعا دي اول حاجه هتتذكرها. لكن شتان الفارق بين المباراة دي أو المباراتين دول والمباراتين اللي احنا هنلعبهم في وقتنا الحالي، لأن ساعتها كان أرسنال في انحدار كبير في المستوى وانحدار كبير في الأسامي اللي بتلعب فيه، فكان في نزول المستوى اللي أدى في الآخر خالص إن هو ما بقاش يلعب دوري أبطال أوروبا، وبقى بيلعب دوري أوروبي بالعافية، وما بيكسبش حتى دوري أوروبي. فده كان حال أرسنال ساعتها، كان في مرحلة انحدار كبير للمستوى. ولكن ساعتها كان بايرن ميونخ كان واحد من اقوى فرق اوروبا، هو ما زال بس اقل شويه من ساعتها. ساعتها كان مشهور بروبن، بريبيري، فاندوفسكي، والعديد والعديد من الاسماء المشهوره اللي احنا عارفينها كلنا. لكن دلوقتي الوضع اختلف بالنسبه لبايرن ميونخ، ما زال واحد من كبار اوروبا وما زال فرقه قويه، لكنه يعني يعتبر في مرحلة إعادة هيكلة للفريق أو إعادة بناء للفريق، فهو أضعف من الوضع المعتاد اللي احنا معتادين عليه بالنسبة لبايرن ميونخ. طب وضع الفرقتين عامل ازاي دلوقتي؟ وضع ارسنال هو اول الدوري بفرق الاهداف عن ليفربول، وبينافس منافسه شديده جدا في الدوري الانجليزي مع ليفربول ومع مانشستر سيتي. على الجانب الاخر عندنا بايرن ميونخ عنده مشاكل كتيره جدا. خسر السوبر المانيا اول الموسم، طلع من كاس المانيا في وسط الموسم، والدوري بقى فرق 10 نقط عن باير ليفركوزن، فيعتبر منافسته على الدوري شبه انتهت مع باير ليفركوزن، صعب ان هو ينافس على الدوري، فما فاضلوش غير دوري الابطال ان هو يحاول فيه. طيب ايه تاني مشاكل عندنا في بايرن ميونخ؟ توخيل خلاص الاداره اعلنت ان هو هيمشي بنهايه الموسم، فبالتالي اللعيبه اللي كانت عاوزاه يمشي المفروض هتهدى شويه وتبتدي تركز لو احنا عاوزين نكسب دوري ابطال. ايه المشاكل اللي عندنا تاني؟ المشاكل اللي عندنا تاني منطقه الدفاع. منطقه الدفاع عنده لقلقه كبيره فيها، هو مش مستقر على اسامي معينه. بيلعب بإيريك داير اللي انا شايفه اصلا مستواه تعبان جدا، ومش عارف هو جه ليه من توتنهام اصلا لبايرن ميونخ، ليه الاداره تعاقدت معاه. وارد جدا طبعا عشان هاري كين، لكن انا مش مقتنع ان هو يلعب في بايرن ميونخ اصلا، بس هو بيلعب بيه بشكل اساسي وده شيء غريب بالنسبه لي. عنده اوباميكانو الكارثه المتحركه اللي بيغلط دايما في الماتشات الكبيره. عنده ديليخت بس هو شكله مش مقتنع بديليخت، او ديليخت عنده مشاكل بقى ما اعرفش، لان ديليخت ما بيلعبش بشكل اساسي. وعنده كيم من جاي، هو دايما بيبدل ما بين الاربع اسامي تبديلات كل ماتش تقريبا. عنده الناحيه اليمين عنده فيها مزراوي، ساعات يقوم جايب لايمر يلعب فيها،
فبيبقى في تغييرات غريبة كده. عنده الناحية التانية عنده الفونسو ديفيز، هو معرفش مش مقتنع بالفونسو ديفيز ولا دي من ضمن المشاكل، فبيلعب برافائيل جريرو. فعنده مشاكل كتيرة مع اللاعبين وفي اختيار التشكيل ومع كيميتش. وطبعا كانت اكبر مشاكله الموسم اللي فات كانت ان هو ما عندوش مهاجم، كان بيلعب شوبو موتينج. فدلوقتي الاداره حلت المشكله دي مع بدايه الموسم ان هي جابت له هاري كين. هاري كين متالق جدا مع الفريق وقريب ان هو يحقق الرقم القياسي ويكسر الرقم بتاع ليفاندوفسكي اكثر تسجيلا للاهداف في موسم واحد في الدوري الالماني. هو قريب من ان هو يكسر الرقم ده. فبالتالي هاري كين متالق، لكن ورا وسط الملعب والدفاع فيه مشاكل كتيرة جدا. طبعا هاري كين معروف ومشهور جدا في انجلترا وفي لندن ان هو دايما بيسجل في ارسنال، وكمان مشهور ان هو بيسجل كمان من ارسنال من ضربات جزاء، لدرجه ان هو كان معروف ان دايما الماتش ما بين ارسنال وتوتنهام بيبتدي 1-0 لتوتنهام بضربه جزاء من هاري كين. ارسنال بقى عنده نقطة إيجابية كبيرة جدا بالنسبة لي، وهي إن هيبقى الإصابات اللي عنده هتبتدي ترجع. يعني توماس بارتي بدأ يرجع خلاص، توماياسو بدأ يرجع، عندك تيمبر بيقولوا خلاص هيرجع قريب من إصابة الصليبي اللي كانت عنده. فعودة اللاعبين دي في وقت مهم من الموسم، وقت ضغط، وبينافس في الدوري الإنجليزي وبينافس بشدة في دوري الأبطال. هل هيضحي بدوري الأبطال عشان خاطر الدوري؟ بما ان القرعه حطته في طريق صعب، هيلاعب الكسبان من ريال مدريد ومانشستر سيتي، فبالتالي هيضحي بدوري الابطال ويبتدي يركز في الدوري على امل ان هو يحقق الدوري لاول مره من 2004، ولا هيركز في الجبهتين وهيحارب لغايه اخر ثانيه في الناحيتين؟ ده هنشوفه مع نهايه دور ربع النهائي. نيجي نخش بقى على الناحيه السهله. الناحية التانية واللي هي تعتبر الناحية السهلة نسبيا، ماتش بين برشلونة وباريس سان جيرمان هيبقى قوي جدا. القرعة خدمت الاتنين ان هي بعدتهم عن الفرق الأقوى. الاتنين يعتبروا مش في أفضل أحوالهم رغم ان باريس أفضل شوية من برشلونة، بس الاتنين عندهم طريق مفتوح للنهائي. اول ما القرعه وقعت الاتنين مع بعض، اول حاجه طبعا تذكرنا الذكريات الجميله. عندك جماهير برشلونه طبعا افتكرت اول ما خسرت 4-1 في باريس، وجات على كامب نو في برشلونه كسبت 6-1 وعملت ريمونتادا تاريخيه بقياده نيمار. الهدف طبعا بتاع سيرجيو روبرتو السادس، ميسي وهو متشال على الاعناق وهو ماسك التيشيرت بتاعه. عندك التألق الكبير بتاع الام اس ان في المباراه دي. فبالتالي هيتذكروا الذكريات دي. بينما باريس هيتذكر اخر مواجهه ما بين الفرقتين اول ما قدر ان هو يكسب 4-1 وامبابي جاب هاتريك في برشلونه. زي ما قلت القرعه خدمت الاثنين لان هم غالبا هيلعبوا الفايز من دورتموند واتلتيكو مدريد، اللي هو غالبا هيبقى اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد قدر ان هو يقصي احد اقوى الفرق في اوروبا الموسم ده وهو انتر ميلان في مباراه او مباراتين ماراثونيتين. قدر ان هو يكسب بضربات الجزاء وقدم اداء متميز جدا. وهيلاعب دورتموند اللي اتأهل من مجموعة الموت، لكن مستويات مجموعة الموت ما كانتش قد كده. يعني عندك مثلا ميلان مش في اقوى مستوياته الموسم ده، وغالبا بيولي هيمشي وهنجيله اما نوصل للدوري الاوروبي. وعندك نيوكاسل اللي هو مترنح بشده دلوقتي في الدوري الانجليزي، وفي دوري الابطال كان عنده اصابات كتيره جدا وصلت لنص القايمه لدرجه ان هو كان بيجيب الشباب يقعدوا مع الدكه عشان يبقى عنده تشكيله كامله. فبالتالي دورتموند استغل المواقف اللي هو اتحط فيها. لكن واقعيا دورتموند هو الخامس في الدوري الالماني، يعني بنسبه كبيره ممكن ما يعرفش يلحق مكان في دوري الابطال الموسم الجاي. وهو مش في افضل مستوياته قدام ايندوفن. هو اتاهل قدام ايندوفن، لكنه في هولندا كسب اتعادل 1-1 وكسب على ارضه. وهي قوه نقطه القوه الوحيده اللي عنده هي اللعب على ارضه في سيجنال ادونا بارك. فدي نقطة قوته. فأتلتيكو مدريد يقدر يتعامل معاه هناك على أرضه ويدافع ويقفل ويلعب كويس جدا، ويصطادوا في السيفيتاس متروبوليتانو ملعب أتلتيكو مدريد. بس تعالوا بقى نروح لقرعة الدوري الأوروبي. نيجي لقرعة الدوري الأوروبي. الدوري الأوروبي يعتبر زيه زي دوري أبطال أوروبا، في ناحية قوية جدا وناحية ضعيفة نسبيا. الناحية الضعيفة نسبيا فيها ليفربول هيلاعب أتلانتا. أنا شايف إن ليفربول هيقدر يعدي الفريق بتاع جاسبريني بسهولة، لأن فريق أتلانتا ما بقاش هو الفريق القوي جدا أو الأداء المتميز زي ما كان المواسم الماضية، وكان بيتأهل في دوري الأبطال لدور ال 16.
لكن انا شايف ليفربول هيقدر يعدي بكل سهوله. الفايز من المباراه دي هيلاعب الفايز من بنفيكا ومارسيليا، هتبقى مواجهه بالنسبه لهم هما الاثنين مواجهه متكافئه. بس انا برشح مارسيليا ان هو يتاهل، لان مارسيليا مقدم بطوله متميزه حتى الان، ومارسيليا في نفس الوقت عندها الهداف بتاعها اوباميانج اللي متالق في البطوله السنه دي، وقدر ان هو يصبح هداف البطوله التاريخي بالنسبه للدوري الاوروبي، هو الهداف التاريخي بالنسبه للدوري الاوروبي. فانا شايف ان نص النهائي يبقى ليفربول ومارسيليا، وده الجزء الاسهل نسبيا. الجزء الصعب بقى اللي فيه مباريات قويه جدا. عندك هنبتدي الاول، عندك ويست هام وباير ليفركوزن. ويست هام فرقه قويه جدا رغم ترنحها في الدوري، لكنها تبقى فريق صعب جدا في اوروبا. هو بطل كأس الدوري المؤتمرات الموسم الماضي، ومكمل بشكل ممتاز جدا حتى الآن في الدوري الأوروبي. بينما الناحية التانية باير ليفركوزن حتى الآن مش مدي اهتمام للبطولة قوي، هو بيشارك بفريق مخلط ما بين الأساسي والاحتياطي. يعني الماتش اللي فات قدام كاراباخ قدر إن هو يبدل نص الفرقة تقريبا، 4 أو 5 لعيبة من الفرقة كانوا متبدلين ما بيلعبوش بشكل أساسي، كان خليط ما بين الأساسيين والاحتياطيين. وده اللي كان هيكلفه أول خسارة ليه في الموسم ده، كان هيكلفه الخروج من الدوري الأوروبي في المباراتين قدام كاراباخ. فالأول المباراة الأولى في أذربيجان كان خسران 2-0، وقدر إن هو يتعادل 2-2 في آخر الدقايق. وماتش اللي كان في ألمانيا كان خسران 2-0 قبل ما يقلب النتيجة 3-2 في آخر ثواني اللقاء ويتأهل. فبالتالي هل باير ليفركوزن هيبتدي يدي اهتمام للبطولة بما انه وصل لربع النهائي وقدامه خلاص خطوات ويوصل للنهائي، ولا هيضحي بالبطولة عشان خاطر الدوري الألماني؟ مع العلم ان هو دلوقتي الفارق بينه وما بين بايرن ميونخ 10 نقط، فهو فارق مريح. فهل هنبتدي نركز في الدوري الأوروبي عشان نشوف هنوصل للنهائي ولا ايه، ولا هنسيب التأهل لويست هام؟ ده هنشوفه في ربع النهائي. الفايز من المباراة دي هيقابل الفايز من ميلان وروما، ودي تعتبر مباراة القمة في الدور ده. ميلان وروما مباراة القمة، ديربي إيطالي، مباراة قوية جدا. هنشوف بقى ميلان هيقدر يحقق أو يعيد الفوز تاني على روما. ميلان في الدوري قدر يفوز على روما في الماتشين ذهاب وإياب رايح جاي، كسبهم بسهولة. لكن الوضع ساعتها كان مورينيو هو اللي ماسك الفرقة مش دانييلي دي روسي. دانييلي دي روسي أول ما مسك روما محقق نتائج متميزة جدا، بيفوز تقريبا في أغلب المباريات وبيقدم أداء كويس جدا. فروما ده مش هو روما مورينيو. وبرضو المواجهات اللي هي رايح جاي بتاعة الادوار الاقصائيه مش هي ماتشات الدوري. المباراه هتبقى اشد صعوبه على ميلان من الماتشين بتوع اللي فاتوا، بتوع روما اللي فاتوا. لكن برضو انا شايف ان ميلان مش بيقدم افضل اداءاته حاليا في الموسم، او من اول الموسم هو مش بيقدم احسن اداءاته. فهو عنده فرصة ان هو يوصل لنهائي الدوري الاوروبي، هنشوف هيقدر يعمل ايه. شكرا ليك جزيلا لو بتتابعنا لغاية دلوقتي. لو بتشوفنا على الفيسبوك اعمل لايك، اعمل شير للفيديو للصفحة. لو بتتابعنا على اليوتيوب اعمل لايك، اعمل شير للفيديو للقناة، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. شكرا لكم جزيلا.